انترستيلر إنتاج 2014. فيلم في كل مرة هتشوفه هيزيد عمق وذكاء، وهتلاحظ فيه تفصيلة جديدة خلال تقريباً 3 ساعات مفهومش لحظة ملل. نولان هنا في أحسن أحواله في كل حاجة بتميزه كمخرج. الفيلم مش بس بيقدم عالم واحد، دول عدة عوالم بقواعد مختلفة بتكتشفهم مع كل فصل من فصول الفيلم. رغم إن أفلام كتير اتعملت عن استكشاف الفضاء أو العوالم المختلفة في الكون، بس ما ظنش في فيلم وصل للدرجة دي من عمق التناول أو ربط أبعاد الزمان والمكان ببعد نفسي لشخصيته الرئيسية. فأنت قاعد بتتفرج على أحداث ممتعة وذكية بقواعد مظبوطة بالملي، ودماغك رايحة مع احتمالات لا نهائية، وقلبك لسه متعلق بحدوتة عاطفية بتجمع ده كله في علاقة أب وبنته، وبترمز لكل اللي انت اتفرجت عليه بكل خفة. الفيلم من بطولة ماثيو ماكوهاني وآن هاثواي، فما فيش أجمل من كده، ومن أعلى التقييمات عالمياً، فهو موجود في المركز ال11 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما. ومعانا كمان شوية ترشيحات أوسكار وفوز لأفضل مؤثرات بصرية. بس خلاص، مش هنزعل إن نولان ما خدهاش عشان إحنا اخترقنا حاجز الزمكان وقلنا له ما تزعلش وما تستسلمش، هتاخدها بعد 7 سنين. Don't let me leave, Murph! ادهم الراجل ده هياخد معايا.